السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في طريقة تطلع اكسبلور على التيك توك وفيديوهاتك توصل للصفحة الرئيسية. زي ما انتم شايفين حاولت انزلكم كذا طريقة، والحمد لله فيديوهاتنا وصلت لاكتر من 3 مليون مشاهدة. الناس كان عندها حظر على الاكسبلور على التيك توك، والحمد لله قدرنا نساعدهم ونحل الحظر. طريقة النهاردة معاكم سهلة وبسيطة، هتقدر من خلال برنامج التيك توك طريقة بيحجبها عنك او بيخبيها عنك صانع المحتوى على التيك توك وعلى اليوتيوب. ان شاء الله هتقدر تلغي حظر الاكسبلور على التيك توك، بس اهم حاجة تستخدم الطريقة في شيء ايجابي ومفيد، يعني يكون محتوى كويس، تبعد عن الحاجات اللي هي بتغضب ربنا. التيك توك اول خطوة معانا يا شباب هنضغط على الثلاث نقاط دول، وبعد كده الاعدادات والخصوصية. بعد كده هنتأكد ان حسابك يكون مربوط ببريد الكتروني ورقم تليفونك. تمام، معلومات الحساب دي هنتأكد ان انت رابط حسابك برقم تليفون وبريد الكتروني او الجيميل بتاعك، وتأكد حسابك يكون متأكد على التيك توك عشان تطلع اكسبلور. تمام، بعد كده تاني خطوة معانا هنضغط على الخصوصية. هنتأكد ان الحساب بتاعك عام مش خاص، حسابك يكون عام مش خاص. وبعد كده اقتراح حساب الاخرين، الثلاث خيارات دول يكونوا مفتوحين. ركزوا معايا في الفيديو يا جماعه وانزلوا اعملوا لايك. تمام، وبعد كده خدمات الموقع دي نضغط عليها، وبعد كده نضغط على اثناء الاستخدام. نضغط عليها اثناء الاستخدام عشان بعد كده يقترح موقعك للناس اللي حواليك. انا هقفلها حاليا، بس انا لما باجي ارفع فيديو بفتح الموقع بتاعه وبدخل عليه. تمام، بعد كده هنرجع على اهم خطوة اللي هي رفع الفيديو. رفع الفيديو يا جماعة ليه تركاية لازم كلكم تركزوا معايا فيها. هنضغط عليها، هنروح نضغط على، بعد كده هنروح على اهم خطوة هي خطوة رفع الفيديو. تمام، هنضغط على اهم خطوة طريقة رفع الفيديو. هنضغط على علامة الزائد ونختار الفيديو اللي احنا هنحمله. سيما هنضغط على الفيديوهات ونختار الفيديو اللي احنا المفروض نحمله. مثال مثلا هنختار الفيديو ده، هنختار اي فيديو مثلا كده. من ربه من ربه ربي. اخترنا الفيديو ده. تمام، عشان نطلع اكسبلور هنعمل ايه؟ هنضغط اول حاجة عنوان يشد الناس. تمام، اهم حاجة عنوان الفيديو. شاهد مثلا عنوان يشد الفيديو، يخلي فيه فضول ان انا ادخل الفيديو. تمام، يعني مثلا اتفرج بسرعة للاخر. ده عنوان يعني ايا كان، يعني انت مثلا تكتب العنوان الحاجة اللي جوه الفيديو، اتفرج بسرعة قبل الفيديو ده منتشر. عنوان يكون كويس للناس يشجعهم ان هم يشاهدوا الفيديو. بعد كده هندخل على علامة الهاشتاج. هنختار الهاشتاجات المتصدرة، يعني انت محتواك لو قرآن او محتواك دراما او تمثيل. يعني مثلا انا محتواي مثلا كورة، فبعمل هاشتاج وبكتب كورة. زي ما انتم شايفين عليه 4 بليون مشاهدة. فبختار اول هاشتاج مثلا الكرة اللي ليه علاقة ليه بالكرة، مثلا الاهلي الزمالك. فبختار الهاشتاج الخاص بالمحتوى اللي انا بقدمه. تمام، فبختار معايا المحتوى. فده المحتوى الفيديو ده محتوى قرآن، فبحط هاشتاج للقرآن. محتوى تمثيل بحط محتوى للتمثيل. وبعد كده برجع لأهم خطوة، المزيد من الخيارات، وبختار نفس الخيارات دي. محتوى بالذكاء الاصطناعي دي بفتحها. تمام، وبعد كده بختار تحكم في الجمهور دي. لو الفيديو اللي هو فيه حاجات اقل من 18 سنة بفتحها. وبعد كده بختار حفظ الفيديو على الجهاز دي بختارها. تمام، بعد كده يا شباب بروح على اعدادات الفيديو. تمام، بروح على اعدادات الفيديو، بعمل اشارة لجميع الاصدقاء عندي. وبعد كده مقاطع الفيديو بشوف اعلى فيديو انا نشرته وجاب مشاهدات وبختاره. اخترت مثلا الفيديو ده جاب عندي 5 مليون مشاهدة فبختاره. تمام، وبعد كده بنشر الفيديو. بضغط هنا وادوس على دي اهم حاجة يا شباب بنختارها في الفيديو، اللي هي التركاية اللي بيخفيها عليكم جميع صانعي المحتوى. اي شخص يمكنه مشاهدة هذا الفيديو بضغط عليها وبختار انا فقط. تمام، بختار الفيديو وبنزله انا فقط. بروح ماشي
نشر الفيديو، بنشر الفيديو ده. ركزوا يا جماعه في كل الخطوات، معلش لو انتوا بس اللغه، يعني انا عشان مصري فانا بكلم باللهجه المصريه، لو انت بتشاهدني من اي دوله حاول تعمل خطوات زي ما انا ماشي بالظبط. وبعد كده هتعمل نشر. بعد ما تنشر الفيديو، بعديها بحوالي 15 دقيقه، 15 دقيقه هتروح على الفيديو. تمام. هتنشر الفيديو كده. تمام. هتروح على الفيديو كده هتلاقيه موجود فين؟ في الخاص. الفيديو هو موجود في الخاص. من ربه. تمام. من ربك، ربنا يثبتنا كلنا عند السؤال. ويا ريت يا جماعه تستخدموا الطريقه دي في حاجه ترضي ربنا. بعد كده هنضغط على الثلاث نقاط دول، اعدادات الخصوصيه. وبعد كده هتضغط الجميع. وبعد كده هتنشر الفيديو تاني، بس انا عشان الفيديو ده مش محتوية فانا مش هنزله عشان ايه ما اعملش مشكلة في الصفحة. وتنشر الفيديو بعد 15 دقيقة. بعد كده اقفل النت وارجع شوف الفيديو، ان شاء الله هتلاقيه متصدر الفيديوهات او متصدر على الاكسبلور. وبعد ما تنشره تجيب تعمل نسخ للرابط. تمام. الفيديو نزل عندي فانا ما كنتش حابب انزله. من ربه. تمام. فانا هحذفه، انا ما كنتش حابب انزله دلوقتي. تمام. انا لسه منزل فيديو فما حبيتش انزل تاني عشان ما يأثرش على الفيديو. فالفيديوهات دي انا كنت منزلها برضو، جربت فيها الطريقة دي. في فيديو جاب 10,000، في فيديو ما ظبطش، في فيديوهات ظبطت معايا وفي فيديوهات ما ظبطتش. فانا الطريقة اللي نجحت معايا فحبيت اقولها للمتابعين. المهم بعد ما تنشر الفيديو تضغط على الثلاث نقاط دول. ركزوا يا جماعة في كل الخطوات عشان ان شاء الله بعد الفيديو ده هتطلعوا اكسبلور باذن الله. هتعمل نسخ. تمام. وهتروح هسيب لك لينك الجروب بتاعي خاص بيا، جروب التليجرام خاص باحمد لوكا وقناه احمد لوكا ومتابعين. كل اللي هتعمله ان انت هتجيب اللينك بتاعك ده. تمام. هتروح على قناه احمد لوكا دي. القناه دي انا عاملها للناس متابعيني لحبايبي، فبتعمل لايك وتعمل نشر. انا بدخل بدعم الفيديوهات دي وبنشرها في كل مواقع التواصل الاجتماعي عندي وكل الجروبات وكل المجموعات وكل القنوات، وتقدر من خلالها تطلع اكسبلور باذن الله على تيك توك. بس اهم حاجه تركز في كل الخطوات. لو الطريقه دي مش يعني وارد ان هي ما تنجحش معاك من اول مره، كررها مره واثنين وثلاثه وان شاء الله هتنفع معاك وهتطلع اكسبلور على التيك توك. اتمنى يكون الشرح كان، معلش انا طولت عليكم عشان تفهموا كل المعلومات، بس اهم حاجه يا شباب تشجعوني بلايك لو الطريقه نجحت معايا.